بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. صلوا على النبي كده، صلوا على النبي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا يا حبايب قلبي هعمل معاكم قرنبيط. هنا تاني مرة أعمله معاكم على القناة. معايا الخضرة ومعايا طماطم وبصل وتوم وفلفل حامي. تعملي بيهم ايه يا أم أحمد؟ هنشوف مع بعض. ما تنسوش اللايك يا حبايبي، شجعوني كده، أنا بكبر بيكم. ما تحرمش منكم يا رب. هنا هنعمل ايه؟ هبشر الطماطم والفلفل والثوم والبصل. لايكاتكم الحلوة وتعليقاتكم الأحلى. قلنا بقى نعمل حتة قرنبيطة سخنة كده تدفينا كده، ونمشي يومنا النهاردة كده، وهيبقى يومنا زي الفل. في الظروف اللي احنا فيها وفي الغلا ده يا حبايبي لازم نمشي نفسنا ونرتب أمورنا شوية. وبرضه بصوا بالحلو بتاكلي على القد بتاكلي. بصي بتمشي، هو ربنا بيمشيها. طالما النية خير ربنا بيبارك لك في كل حاجة. ربنا يبارك لنا جميعا ويرضينا يا رب. ويا رب الفيديو اللي نزل يكون عجبكم بتاع الكعك دوت، ونور رضاكم كده. والله كان كيلو كعك ما شاء الله عليه، كان كيلو دقيق يا حبايبي. هنا نزلت بالخضرة والبصل المبشور والثوم والخضرة والبصل وكده. وهنا معايا كوباية لبن. يبقى حطينا هنا ايه؟ بصل وتوم وطماطم ولبن ودقيق والخضرة. وهنا معايا بهارات مشكلة كده، والكمون طبعا أساسي، خلطة القرنبيط. ماشي يا حبايب قلبي. ومعايا بيضتين، النوبة دي أنا عملته من غير بيض خالص، عادي. وانا عملت بيض اكتر من كده يبقى حولناه لعجة، ما بقاش قرنبيط بقى عجة. واحنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين يبان معانا طعم القرنبيط، بيبقى زي الفل. انا بعمله من غير بيض برضه، وبيبقى مقرمش وزي الفل. فما تقفيش على حاجة يعني. أنا نزلت معاك اهو بالبهارات والكمون والخضرة والبصل والثوم وقرن فلفل حامي. حبة تحطيه، حبة مش حبة براحتك. ويومنا هيبقى كله رزق وبركة ان شاء الله وانتم معايا. هنا حطيت نص معلقة نشا في الزيت. ليه يا ام احمد؟ مش بيخليه يشرب زيت. وهنا معلقة خل في الخلطة، بتخفف القرنبيطة كده وهي طالعة من الطاسة وتخليها هشة وحلو. ماشي يا حبايبي، احنا كلنا شطار وبنكمل بعض، وكلنا بناخد افكار من بعض، كلها اضافات يعني. انت ممكن تضيفي لي حاجة، انا اضيف لك حاجة. فيا رب الفيديوهات تعجبكم كده وتنور رضاكم يا حبايبي. قناة بتكبر بيكم وما تحرمش منكم. ربنا يبارك لكم ويرزقكم الستر والصحة وراحة البال يا رب العالمين. انا يا حبايبي لما رحت كارفور كان معايا ناس، وبصراحة لخموني شوية وما بقتش عارفة اصور. وفي نفس الوقت انا كنت مكسوفة، لان اول نوبة اتحط في الموقف ده بصراحة. رغم ان انا سألتهم ان انا اصور وكده، قالوا ماشي عادي صوري براحتك. لكن انا ما جبتش حاجة من هناك عشان ما تفكروا ان انا جبت حاجة من هناك وما صورتش معاكم. لا والله انا ما جبت الا الزيت، لان يعني اسعاره مش اللي هي يعني اللي عاوزة الناس اللي ايه بتروح الأماكن دي بصراحة. بس ده اللي تم يا حبايبي، والله ما جبت من هناك إلا الزيت. إزازة الزيت 5 كيلو ب175. لأ حلوة مش وحشة، لكن في أسعار شدة هناك، وهو الزيت بصراحة اللي عجبني في الأسعار يعني.
فالناس اللي كانت معايا بصراحة بقوا عمالين يقولوا ما تصورناش مش عارف إيه، ما نطلعش في الفيديو، فده لخمني شوية يعني، وهو الزيت اللي جِبته. شايفين القرنبيط وجماله؟ شايفين؟ باقول لكم والله مقرمش زي الفل. دي تاني مرّة أعمله معاكم على الهوا، في القناة يعني. سلامي لكل حبايبي كده واخواتي وكل يعني بيشجعوني وبيدعموني، ما اتحرمش منكم يا أغلى الحبايب وأغلى الحلوين. اللبن ده مش مفروض يعني إن أنتِ تحطيه براحتك، يعني بس الواحد بيقول يعني تبقى إيه الحاجة مغذية للعيل، يعني موجود أو مش موجود هيتعمل القرنبيط يعني، ما فيش حاجة هتقف. هنا يا حبايبي بقى معايا هنا الحاجة أهي زي الفل، الله أكبر، يعني حاجة ما فيش بعد كده. فالدنيا هتمشي مش هتقف والله، ولقمة زي العسل. زيتوننا الجميل اللي إحنا عاملينه مع بعض والله برطمان خلص وبرطمان فيه شوية. فكل حاجة بتعمليها في البيت زي الفل، زي الفل، الله أكبر عليك. نيتِك صافية كده وناوية خير، وبُصّي كل حاجة بتطلع معاكِ فل الفل. شايفين؟ لوز العنب، بانيه ده والّا فراخ والّا إيه يا رب بالضبط. نتقابل في فيديو جديد يا أمارات.